بيهرب بسرعة. وفي يوم وهو بيتمشى في الجنينة بيشوف مشروم وبيبقى منبهر جدا بيه، وساعتها بيروح لإيميل أخوه وبياخد قطعة الجبنة اللي معاه وبيجمع شوية مكونات علشان يطبخ بيها المشروم، وبيطلع فوق سطح البيت وبيسوي الأكل على الدفاية. لكن فجأة بيضربهم البرق وبيقع على الأرض، ولكن بالرغم من كده بيكون ريمي سعيد جدا بطعم المشروم، بس بيكون ناقصه شوية بهارات. فبياخد أخوه إيميل وبيرجعوا للمطبخ علشان يدوروا على البهارات المناسبة. ووقتها بيقول ريمي لأخوه إن الشيف جوستو عمل كتاب وسماه الطبخ للجميع، وعلشان كده هو بيحب الطبخ. وفي الوقت ده بيظهر الشيف جوستو في التلفزيون وهو بيقول إن أي حد ممكن يطبخ بس بشرط إنه يكون واثق في نفسه وفي قدراته. وفجأة بيتصدم ريمي وبيزعل جدا لما بيعرف إن الشيف جوستو مات وإن المطعم بتاعه نقص نجمة، وده بسبب تقرير قاسي كتبه أشهر ناقد طعام في العالم واللي اسمه أنطوان إيجو. وفجأة بتصحى الست العجوزة وبتشوف ريمي وإيميل وبتضرب عليهم